الفنان القدير محمد علي شاكر، شاعر ورسام وملحن كردي. الفنان محمد علي شاكر من مواليد عام 1946 ينحدر من مدينة سريكانية بكردستان سوريا. درس اللغة الإنجليزية في جامعة حلب وتخرج منها عام 1981. كتب الشعر وألف الألحان منذ عام 1968 ولديه حوالي 265 أغنية من كلماته وألحانه. غنى شقيقه الفنان محمود عزيز شاكر من قصائده 170 قصيدة، كما غنى قصائده الكثير من الفنانين منهم محمد شيخو، مصطفى خالد وزبير صالح وغيرهم. نظم الشعر في كل القضايا والمواضيع المتعلقة بالقضية والأحداث الكردية، ولديه ديواني شعر. بالإضافة إلى الشعر واللحن، رسم الكثير من اللوحات الفنية المعبرة عن الفلكلور والتراث الكردي. وافته المنية في 24 من كانون الأول ديسمبر عام 2020 عن عمر ناهز 74 عاماً بعد إصابته بفيروس كورونا في أحد مشافي مدينة قامشلو بكردستان سوريا. وفقدت كردستان سوريا الفنان الكردي محمد علي شاكر بعد تاريخ حافل وأغنائه للمدرسة الكردية ووري الثرى في مدينة قامشلو. Dotman